دعاء ست ب100 راجل، بتشتغل في الخردة زي الرجالة بالظبط، بتحب شغل الرجالة ونفسها تبقى زي عبد الغفور البرعي. دعاء ست ب100 راجل، بتصحى كل يوم تشوف شغلها وتربي ولادها، شغالة في مهنة الكل بيشوفها للرجالة، لكنها كسرت القواعد، هدفها تعيش بالحلال وتربي ولادها وتعلمهم تعليم يرفعهم، وده سر نجاحها. دعاء بتعيش في السيدة زينب، عندها 33 سنة و3 أولاد، كبيرهم أحمد اللي بيساعدها في شغلها أوقات كتير. حياتها كلها شغل وتربية. قصة كفاحها بدأت بحلم بسيط وتوك توك. لما اشترت توك توك من 4 سنين كان مجرد وسيلة شغل، وافتكرت إنها هتفضل طول عمرها سواقة، لكن مع الوقت بقى هو ده اللي فتح لها باب رزق جديد. كانت بتشتغل على التوك توك وتتعامل مع الورش والميكانيكية، ومن هنا بدأت تعرف كل قطعة فيه. التوك توك كان بيطلع منه قطع غيار وهي كانت بتبيعها، ومع الوقت فهمت أكتر في الشغل ده. جوزها دايما بيشجعها، وهو اللي اقترح عليها تبدأ تشتري خردة من الورش وتبيعها. الفكرة عجبتها وبدأت تروح ورش في السيدة زينب ودار السلام وتشتري خردة الحديد والألومنيوم وقطع غيار الساعات الكهربائية. الصبح حياتها بتبدأ زي أي أم مصرية، بتودي أولادها المدرسة وترجع تجهز احتياجات بيتها. بعد كده بتجيب الأولاد من المدرسة وتبدأ شغلها. هي وجوزها كل واحد عنده شغله، لكن هم فريق واحد في البيت. شغلها بيكون عبارة عن فرز الحديد والألومنيوم والنحاس. بتاخد شغل السباكين وتبدأ تصفيته. رغم تعب الشغل ده إلا إنها مبسوطة بيه لأنه بالحلال ومش محتاجة تمد إيديها لحد. دعاء بتقول إن الصيف بيكون موسمها لأن الشغل أكتر، ورغم إن شغلها كله رجالي إلا إنها قدرت تثبت نفسها، وبتقول نفسي أكون زي عبد الغفور البرعي في شغله. رحلة شغلها ما بدأتش بالخردة بس، قبل كده اشتغلت في تنظيف السمك، لكن بسبب ظروف صحية اضطرت تسيبه. بتقول بحب اشتغل نفس شغل الرجالة. بعدها جربت شغل قطع غيار التكاتك، وكانت بتنزل التوفيقية مع جوزها تشتري قطع غيار وتبيعها في المحل، لكن ربنا ما فتحش عليهم في الشغل ده. لما دخلت مهنة الخردة لقت دعم من الناس اللي في المجال، خاصة لأنها ست، وبتقول إنهم بيدعوا لها بالخير. شغلها مش سهل، أكبر صعوبة بتواجهها هي النقل والشيل، لأنها بتشيل الشغل بنفسها ومعاها ابنها الكبير اللي بيقول الشغل عادي بس بتصعب عليا لأنها صغيرة. دلوقتي دعاء بقت خبيرة في الميكانيكا، بتقول إنها بقت تنزل الورش بنفسها وتعرف أسعار الخردة، تلف من ورشة لورشة وتاخد شغلها وتبدأ تصفيه. رغم إن التصفية صعبة لكن مفيش حاجة بتهز عزيمتها. بتفتخر إنها الست الوحيدة في مصر اللي بتشتري خردة بإيديها من الورش. الناس في البداية كانوا بيتفاجئوا، بس بعد كده بقوا بيحترموها ويشيلوا لها الشغل مخصوص. بتقول شغل ما فيهوش عيب ولا حرام، صحيح غريب بس يكفي إنه مختلف. في البداية خسرت شوية لأنها كانت بتوزع شغلها على أكتر من تاجر، لكن مع الوقت الناس عرفت دعاء وحبوها. دلوقتي بقت معروفة وعلاقتها بجوزها قوية جدا، بيقول عليها دراع اليمين، بيشتغلوا سوا عشان يحققوا حلمهم ويكبروا شغلهم. دعاء نفسها مشروعها يكبر ويبقى عندها شغل كبير، بتحلم إنها تبقى زي عبد الغفور البرعي وتربي ولادها أحسن تربية. دعاء بتقول بفخر أنا مبسوطة في حياتي والحمد لله باكل لقمة عيش بالحلال. دعاء كافحت بجد وشقيت في شغل الرجالة وخلت اللي حواليها يحترموها ويقدروا تعبها. حلمها بسيط، تعيش بالحلال وتعلم ولادها أحسن تعليم. رحلتها بتحكي إن الطموح والإصرار هم أهم أدوات النجاح.